هل بيسيرو طلع قماش مع الزمالك ولا لسه؟ ده اللي هنشوفه. بيسيرو من ساعة ما تعين لعب بعد يومين من تعيينه مع بتروجيت وتعادل 1-1، ثم لعب بعد كده بعد أسبوع مع الأهلي وتعادل 1-1، وبعد كده لعب تاني بعدها بأسبوع مع زد وتعادل 1-1، وأخيرا لعب مع إنبي وفاز 3-0. هيلاعب النهارده في الكاس مودرن، يا ترى هيقدر يفوز ولا لا؟ لو فاز هتبقى دي بداية العودة وبداية الطريق للانتصارات والبطولات. طيب بعد اسبوع، لا مش بعد اسبوع، اقل من اسبوع قدامنا معانا هيلعب مع الاهلي، فلو قدر يفوز على الاهلي هتبقى دي فعليا العودة الصحيحة للانتصارات والبطولات، وممكن نقدر نلحق المركز الثاني المؤهل لدوري الابطال. طيب تمام، حد هيقول لي طب ما هو مودرن اصلا متاخر حاجه في الدوري، يعني ده ما فيش. هقول لك لا، مودرن السنه اللي فاتت فاز على الاهلي في الجوله ال 34، والسنه دي فاز على الزمالك، فهو كده بيجي قدام الكبار ويلعب. فاحنا يا ترى هنقدر نفوز على مودرن ولا لا؟ ده السؤال اللي المفروض بيصير ويجاوب عليه فعليا في الملعب. فلو قدر يفوز كده احنا ماشيين في الطريق الصحيح، كده احنا ماشيين في طريق الانتصارات، كده ماشيين في طريق العودة الصحيحة. قول لنا في التعليقات رأيك وتوقعاتك للماتش.